اللقمة محمصة وطيبة بتشهي والله. الله الله الله. هيك. محمص. أكيد بدون لبن بخيار مو طيب. ورجعنا لكم من جديد حبايبي الحلوين. اليوم عنا وصفة جديدة. بتصور يعني جديدة على اليوتيوب، يعني شي جديد شي مختلف في على اليوتيوب، بس انه مو نفس الطريقة. نحن راح نعمل لكم وصفة مميزة وطيبة، كتير طيبة، راح تعجبكم ان شاء الله. وخليكن معنا لآخر الفيديو. خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف راح نجهز الطبق. وإذا عجبتكم الفيديو الوصفة حطوا لايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا أصدقائي. اليوم وصفتنا إلكم، حزولوا شو وصفتنا اليوم برغل بالشعيرية مع الدجاج. أنا بتصور يعني يطلع الطعم خرافي، لأنه هاي الأكلة بالذات وراثية عنا، يعني من أجدادنا بيعملوا هاي الأكلة، فكتير نحن بنحبها وبنعشقها. كتير كتير طيبة، أكلة رائعة. إيه. وهاي الأكلة على طريقة أمي، الله يخلي لي إياها ولا يحرمني منها يا رب، ولا يحرمكم من أمهاتكم وأبهاتكم يا رب. حبايبي هلا نشمع الدجاج شوي، ونضيف عليها مي سخنة، وبنضيف عليها ملح طبعا. وبتفضلوا تضيفوا عليها ماجي، ما بتفضلوا تضيفوا عليها ماجي، انتم حرين. وبنضيف عليها كمان هلا شوية زيت، شوية زيت، بحيث انه هيك تنقلها شوية، هيك تحمص شوي. بعد ما شمعنا الدجاج تقريبا هيك تشويحة على الماشي، راح نضيف عليها مي سخنة. نضيف عليها مي سخنة هلا، عليها مي سخنة تقريبا شي 3 أكواب 4 أكواب. يلا حبايبي هلا راح نضيف عليها ورقة غار، 4 حبات ورقة غار، وبصلة مقطعة نصين راح نضيفها، ونتركها تغلي. نتركها تغلي على الغاز تقريبا نص ساعة، من نص ساعة ل40 دقيقة. وراح نعمل التتبيلة هلا. طبعا نحن راح نحط الدجاج بالفرن، ما راح نقليه بالفرن، أطيب وصحي أكتر. وهاي المرقة راح نستفيد منها، ما راح نكبها أبدا، راح نعمل منها البرغل. هون تتبيلتنا صارت جاهزة، عبارة عن شوية محمرة، ربع معلقة أكل، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة فلفل أحمر، قدر 3 معالق زيت تقريبا، 3 معالق زيت، وقدر نص معلقة تقريبا معلقة صغيرة ملح. اوكي راح ندهن الدجاج هلا، ندهنها هيك بهذا الشكل، ندهنها هيك. هلا بعد ما دهناها راح نفوتها على الفرن. حبايبي احذروا هاي الأكلة شو بدها، يعني جنب البرغل شو بده. حبايبي نحن برشنا الخيار، وحطينا سنين توم، و4 معالق 5 معالق لبن، وشوية نعناع مجفف. اوكي وهلا بنضيف شوية ملح. انا كتير بحب هاي الطريقة، يعني تقريبا ربع معلقة ملح. رائعة هاي الطريقة، رائعة كتير. انا حتى مي ما بضيف لها، هيك انا بحبها هيك سميكة شوي، هيك تقيلة. حبايبي انا قررت انه احط زيت نباتي شوي، وبالاضافة لسمن حيواني شوي، هيك نص معلقة، يعني قدر نص معلقة سمن حيواني. نضيف عليها كاسة شعيرية، راح نضيف عليها البرغل هلا.
تمام هيك. ثلاث كاسات برغل. يلا قليها شوي هيك على الغاز على نار متوسطة. هلا استوى عنا البرغل حبايبي. يا حذركن كيف الواحد بيعرف انه استوى البرغل، انه تحمص البرغل. بتعرف كيف حبايبي؟ في مثل نقط بيضة بتطلع بالبرغل، مثل نقط بيضة بتطلع بالبرغل، فبس طلعت هدول النقط البيضة معناته انه استوى البرغل، انقلى منيح وتحمص منيح. فهلا شو بنعمل؟ بنضيف عليها مرقة الدجاج، بنضيفها ما شاء الله ما شاء الله. عن جد ريحة خرافية، ريحة ولا يعني مستحيل، شي ناهي والله. ضيف عليها معلقة ملح، معلقة ملح تكفي. هلا بعد ما حطينا الملح راح نغطي الوصفة الطبخة تقريبا شي 10 دقايق وبنفتحها وبنشوف كيف طلعت. بعد ما خلصنا الطبخ وخلصنا كل شي صار شو؟ صار وقت ندوق. هلا راح ندوق ونحكم نشوف كيف طلعت الطبخة. تعال شوفون، تعال شوفكم بشرفكم كيف طالع هيك محمصة ومأمرة ومسقسقة. عن جد يعني شيء بياخد العقل. عن جد ريحة ولا أطيب ريحة بتشهي والله. عن جد والله العظيم ريحة بتقعد. عن جد ريحة كتير طيبة. هلا راح نشوف الطعم. حكيناكم عن الريحة وعن الشكل، هلا راح نشوف الطعم ونقلكن. بناخد قطعة صدر دجاج من هون، قطعة هيك. دجاج طيب. نفرد هيك دجاج. تعال 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 شوفوا على اللقمة طيبة. شوفوا اللقمة محمصة وطيبة بتشهي والله. الله الله الله. هيك مدهنة شوي. أنا ما فيني أقاوم أبدا يا جماعة، ما فيني والله. البرغل المحمص والدجاج المحمص. أكيد بدون لبن بخيار مو طيب. الله عن جد أنا ما فيني وقف الفيديو وآكل. عن جد يعني طعم لا يقاوم أبدا أبدا. شوف هاي اللقمة طيبة، برغل مع دجاج هيك. حبايبي إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك على الفيديو وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. حبايبي الحلوين أنا راح استأذن منكم هلا وراح باشر بأكلي، أنا ما عاد فيني استنى. حبايبي وشكرا لكل حدا عمل لي لايك واشترك بالقناة. أنا بتشكركم واحد واحد، وشكرا للجميع. وضلوا هيك مستمرين معي وإن شاء الله رح نقدم لكم لسه شغلات أحسن وأطيب، ورح نستمر معكم على الأكيد. وشكرا كتير لكم حبايبي الحلوين. نلتقي إن شاء الله. باي باي.